صباح الخير عليكم. نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا الطبق اللي غني عن التعريف ديال القيم الملوخيه اللي كيجي بنين بزاف. كتجي مرقه ديالو خاطره كيف كتشوفوا، وهذا وقته الانسان يستغله. بالنسبه للمكونات عندي هنايا معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره بومبي ديال الخرقوم البلدي، 4 معالق ديال الابزار، ملحه، 3 ديال الفصوصه ديال الثومه محكوكين يكونوا كبارين، لكن يعني يفضل لكن هنايا الزعفران شعره كيتواتى معاه بزاف، لكن احسن ما كانش صافي غادي ديروا الخرقوم البلدي. صافي كنشملوا اللحمه مزيان مزيان بهاد التوابل، وكنضيف واحد البصله متوسطه اما محكوكه واما مفرومه. صافي كنوضعوا كلشي فوق النار حتى طيح لينا هذيك البصيله. من بعد كنضيف واحد كويس صغير، كويس ديال حياتي، فيه زيت الزيتون وزيت المائده، وكنضيف واحد المويتشا متوسطه يعني مقطعه رقيق، وشويه ديال المعدنوس ماشي القزبور. صافي كنخلطهم، من بعد كنروي بالماء يكون طايب. هذا بالنسبه لهذا النصيب هذا ممكن انكم ديروا كلشي في دقيقه، يعني ديروا العطريه ديالكم وديروا المطيشه والبصله صافي، وترووا بما بارد وزيت الزيتون وزيت المائده وتشدوا عليها. يعني انا مره هكا مره هكا، ملي كيكون عندي الوقيته كنشحر، ملي ما كيكونش ما كنشحر وكيجي نفسه، يعني ما كاينش فرق. بالنسبه للخضره عندي هنايا القيم وعندي الملوخيه. قبل بغيت نقول لكم مني تبدا في الاول كتكون العافيه مشهده، غير تصفر وتعاود الكوكوط صافي نقصوا عليها تماما ونخلوها حتى طيب اللحمه ديالنا. عاد كنرمي انايا القيم حيت القيم كيحتاج طيب بزاف. بالنسبه للقيم عنده واحد الطبقه تكون من الفوق، كنحكوه ما بين يدينا، كنغسلوه كنطفوه، من بعد كنقطعوه كيف كتشوفوا يعني بحال التفاح، وكنشرطوه في الظهر ديالو شريطه تكون خفيفه بالنسبه للمبتدئات. وبالنسبه للماء اللي وضعنا فيه القيم كيكون فيه واحد الحامضه معصره. صافي كنبقاو هكا حتى نساليو. نوضعوا القيم على جنب وندوزو الملوخيه. بالنسبه للملوخيه كناخذ واحد الموس وكنحاول انني نجر هذيك الملوخيه، يعني كنجرها، يعني كندور عليها كلها. كيف كتعرفوا ان الملوخيه فيها الشوك، يعني كنستمروا حتى ندوروا عليها كامله، كنتنسطورها كتعبر اكثر. بالنسبه للظهر ديالها كنحاول ان ندوروا عليها ولكن بلا ما نغرقوا بالسكين، بحيث منين تكون كطيب الملوخيه ما خصناش هذيك الزريعه ديالها تخرج في المرق. صافي كنوطوها في الماء يكون مالح، كنستمروا هكا حتى نساليو. نزيد معكم الثانيه بالنسبه للمبتدئات فقط. من بعد نحكوها مزيان مزيان بالملحه كيف كتشوفوا، ونطفوها ونحطوها في شي شبيكه باش تستقطر. بالنسبه للحمه ديالنا راها طايبه تقريبا، دازت لي انا شي ساعه وربع كانت طايبه. زبده انا قلبتها لقيتها طايبه. كناخذ واحد شويه ديال المرق كنوضعو فوق الملوخيه. هنا في هذه المرحله هذه ممكن انك توضعي توضعي القيم من بعد الملوخيه، ولكن انا كنفضل هذه الطريقه هذه لان كل واحد كياخذ حقه بالطياب. غنضيف القيم على اللحم، وضفت واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون بحيث المريقه بانت لي خفيفه. صافي كنشدو عليها. بالنسبه لهذا القيم هذا ما خداليش حتى 5 دقائق، كان طايب كان زبده حيت هذا وقته. بالنسبه للملوخيه كنخليوها طيب على عافيه مهيله. هي شوفوا طايبه ولكن زرعتها لداخل، يعني ما خرجتش كاع في المرق. صافي المرقه ديالها خاطر كيف كتشوفوا كتجي بنينه بزاف. بالنسبه للتقديم كنوضع الطبق، كنوضع فيه اللحم، من بعد كنزينو بالصفرج بالقيم، ومن بعد الملوخيه، كنخلط المرق ديال القيم مع السفرجل وكنقدمه بالصحه والراحه. نتمنى ان نوينا باعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله.